السلام عليكم. بالبداية كل ناجي من الكوارث سواء كارثة طبيعية أو بشرية يعتبر ضحية، والتعامل مع هذه الفئة يستوجب قوانين أخلاقية وإنسانية ومهنية خاصة وصارمة ومطلقة جدا. ولكن هناك من يقول أن أغلب الشعب السوري صار بعداد الناجين من الكوارث، سواء كارثة زلزال شباط أو كارثة بقاء بشار الأسد والسلطة منذ بداية الثورة. ويقولون أيضا أننا لا نملك حكومات متقدمة تستطيع تجاوز الأزمات بسرعة مثل إيطاليا واليابان وتركيا. ويقولون أيضا أننا لا نستطيع العودة إلى الخلف أو القفز في المستقبل. وأنا بهذا المقطع لا أتكلم عن تجاوز الأزمات بشكل سريع أو مسهل، ولكن أقصد إيقاف الاستمرار بالكارثة. وبالمختصر، إهدار كرامة الناس عند حصولهم على مستحقاتهم يعتبر كارثة. استغلال معاناة الناجي لتحقيق مصالح شخصية أو مؤسساتية يعتبر كارثة. تذكير الناجي بالكارثة يعتبر كارثة. إهدار الوقت وعدم تحقيق استجابة سريعة يعتبر كارثة. وأخيرا، عدم التخطيط لمواجهة كوارث مستقبلية تشابه الكارثة اللي مرينا فيها يعتبر كارثة أيضا. وأخيرا، أنا أستغرب وأستنكر أن يقوم أحد الأشخاص أو المؤسسات بفكرة بناء مجد على أنقاض الشعب السوري. الحقيقة أنا أفتخر بأنني سوري حر، وأفتخر بأن الله سبحانه وتعالى اختار البلاء العظيم لهذا الشعب العظيم. وبالنهاية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا ويرحمهم، وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يمن بالفرج العاجل على جميع المعتقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.